النهارده جاي اقول لك ان الكورونا راجعه. لو كنت فاكر ان الكورونا هو اسوأ وباء عدى على البشريه، فانا حابب اقول لك خاف من الايام اللي جايه، عشان احنا داخلين على ايام سودة الله الوكيل محدش هينجى منها خالص. يا مساء الرعب، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات هيستوريا. هنبتدي كلامنا بانه كذب المنجمون ولو صدفوا، وخصوصا في عالم مليان بالازمات والاحداث اللي احنا بنعيشها، علشان بيظهر شويه اشخاص عندهم القدره بانهم يتنبؤوا بالمستقبل. وواحده من الاسامي اللي دايما بتثير الجدل وخصوصا في وطننا العربي هي ليلى عبد اللطيف. توقعاتها مش بس بتشمل احداث سياسيه وكوارث طبيعيه، هي كمان بتوصل للامراض اللي ممكن تضرب العالم. في بدايه 2022 ليلى عبد اللطيف ظهرت في واحده من حلقاتها واتكلمت عن ظهور مرض جديد يشبه الجدري، وكلامها جذب انتباه الناس اللي بيتابعوها، وخصوصا انها قالت ان المرض ده هيكون ضمن الاوبئه اللي هتظهر فجاه وهتخلق حاله من الرعب. بعض الدول في العالم بتواجه خطر انتشار وباء عالمي جديد، ومنظمة الصحة العالمية قد تعلن عن إجراءات وقائية أشد صرامة من إجراءات كورونا. ناس كتير شافوا ان التوقع ده هيكون مجرد كلام وزيه زي توقعات كتير بتقولها، بس الامور كلها اتغيرت لما بدأنا نسمع عن جدري القرود. في اليومين اللي فاتوا العالم بدأ يواجه تحدي جديد، وخصوصا مع ظهور حالات جدري القرود في اكتر من دولة افريقية. لما الناس رجعت لكلام ليلى عبد اللطيف لقوا ان اللي قالته كان بيدل على حاجة اكبر من كون كلامها صدفة. المرض اللي وصفته بدأ يظهر، والناس بدأت تسأل هل فعلا ليلى عبد اللطيف قدرت تشوف المستقبل؟ كلام ليلى عبد اللطيف مش بس خلى الناس تسأل عن قدرتها، بس خلق كمان حالة من الخوف بين اللي بيصدقوها، وخصوصا لما الفيروس بدأ ينتشر. الإعلام كمان لعب دور كبير في نشر التوقعات دي، وده خلاها تثبت أكتر في عقول الناس، ويسألوا هي بتعرف المعلومات دي منين؟ وهل ليها علاقة بالماسونية ولا كل دي صدف؟ لو ليلى عبد اللطيف قدرت تتنبأ بظهور جدري القرود، فماذا بعد؟ هنشوف ايه تاني بيتحقق؟ الناس اللي بيتابعوها بيستنوا يسمعوا منها ايه الاحداث اللي جايه، وخصوصا ان لسه العالم بيتعامل مع اثار الامراض اللي ظهرت مؤخرا. التوقعات اللي بتقولها مش بس بتدي الناس فكره عن اللي جاي، دي كمان بتفتح باب للناس للنقاش عن طبيعه التنبؤات، وهل فعلا ممكن يكون فيها جزء من الحقيقه. جدري القرود اللي ظهر فجاه وخلق حاله من الذعر كان واحد من التوقعات اللي قالت عليها، وان العالم هيمر بفاجعه اسوأ من كورونا. هل دي صدفة ولا فعلا في حاجة كبيرة بتحصل؟ الأسئلة دي هتفضل موجودة والناس هتفضل تدور على الإجابة. هستنى نتناقش في الكومنتس، وده كان كل شيء النهاردة في حلقة هيستوريا. ولو عجبتكم الحلقة ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك على يوتيوب وفولو انستجرام وتيك توك. سلام.